قبل الاخبار عايز ابتدي بحاجه. انا كل لما اقابل ناس في اي حته، اي مجتمع من النخب اللي هي بتحرك، مثلا مدير بنك، رئيس جهاز امني سابق، قيادي كبير في حزب، مسؤول كبير في وزاره، نائب برلماني كبير، في كلمة واحدة بنسمعها في كل المجالات، ويمكن حضراتكم بتسمعوها في الاستوديوهات وفي الفضائيات وفي الجرايد وفي المواقع وفي كل حتة. يقول لك ايه؟ احنا بنحذر على فكرة من ثورة جياع. احنا البلد دي بالوضع ده داخلة على ثورة جياع. الكلام ده بتسمعه من الكل، بتسمعه احيانا من حزب السلطة ومن الذين هم على هامش هذه السلطة او من مؤيديها، كنوع من يعني لما تيجي تفسره يعني بيخوف من يعني احنا لو فضلنا يا جماعه في الوضع ده وفي اعتصامات واضرابات وهرس سياسي ملوش معنى، البلد هتروح على ثوره جياع. فانت بتفهم ان السلطه لما بتقول كده يعني كانها بتحذر او بتخوف. طيب لما يبقى الطرف الثاني كمان بيقول كده قوى معارضه، احزاب مدنيه، قيادات شركات، مسؤولين، نخب، مثقفين، صحفيين، اعلاميين، كبار كتاب، كله يجي يقول لك ايه؟ يا جماعه البلد دي بهذا الوضع الاقتصادي احنا عمالين شغالين سلف وديون وعمالين نقوم نفسنا بالديون والسلف، البلد دي رايحه على ثوره جياع. ده الناس الجعانه لو طلعت علينا مش عارف لن تبقي على الاخضر واليابس. مصر كلها جعانه على فكره. وفي اشارات دايما لما تيجي تسمع كلام بالشكل ده يشيروا دايما يقول لك ايه؟ العشوائيات والمناطق الشعبيه الفقيره. انا شخصيا يعني استبعد، انا مولود في امبابه وعارف كويس جدا الناس اللي في المناطق الشعبيه مدى التزامهم وحرصهم واملهم وطاقتهم اللي بتتوجه دايما توجه وطني. في المناطق الشعبيه والعشوائيات اللي بيشار اليها دول ناس بيعيشوا عايشين اصلا على هامش اي اقتصاد حكومي. يعني طول الوقت هم عايشين، هم بيحلوا امورهم بنفسهم، اللي فاتح له محل فراخ، اللي فاتح له كهربائي، اللي بيصلح عجل، اللي بيأجر عجل، اللي مقفله شباك بيتها في الدور الارضي وفاتحه فترين تبيع فيه بسكوت وشيبسي وشوكولاته وحاجات زي دي للعيال الصغيرين، اللي سايق توك توك، اي حاجه. فالاشاره بسفه وسذاجه الى ان هذه المناطق هي بالضروره مناطق خطر ستهدد الساده الكبار الذين يخافون من ثوره الجياع، دي امر غير مقبول، لانه في عدم ادراك ان المناطق الشعبيه والمناطق العشوائيه دي فيها اكتر ناس فيها التزام ومساجد وصلاه وصوم، واكتر ناس عايشين في الاقتصاد الهامشي اللي ملوش دعوه بيك اصلا. يعني ما بيحتاجلكش غير لما يحب يطلع بطاقه، يعمل رخصه عربيه، الحاجات اللي زي دي. انت طبعا منكد عليه بانابيب البوتاجاز، فاهم، منكد عليه بالسولار، فاهم طبعا، ودي كلها حاجات بالكهرباء، فاهم طبعا. لكن المشكله في ايه؟ المشكله انك بتشير للناس دول بسفه انه ايه؟ ده دول اللي هيعملوا ثوره ده دول اللي احنا خايفين منهم. ده سفه مجتمعي قد يؤدي الى تحريض وايغار الصدور على هؤلاء الذين يتكلمون في المنابر الاعلاميه. ادي واحد. اتنين، حضرتك لما بتيجي تقول لي ثوره جياع بتبقى قصدك مخلص كده ويعني نواياك حسنه انك بتقول ثوره جياع خوفا من ان تحدث، فانت كنخبه كاعلامي او كصحفي او كاقتصادي او او وزير في الحكومه او مسؤول في حزب او واتيفر او اي حاجه، هل بتبقى قايل باعتبارك ان انت بتحذر الناس وبتساعد على ان احنا نتفادى ان مصر توصل لمرحله ثوره الجياع، ولا بيبقى نفسك فيها، ولا بتبقى عايزها، ولا بتبقى متمني انها تبقى موجوده؟ مشكله لان النيه هنا هي اللي بتحدد اذا كنا احنا بنحذر من ثوره الجياع املا ان هذه الثوره تحصل فالفوضى تحصل فالبلد تقلب، ولا بنحذر من ثوره الجياع املا في ان تدرك السلطه وتدرك الاحزاب ويدرك المجالس البرلمانيه وتدرك الجمعيات الاهليه ان هناك خطر في مصر ينبغي علينا ان نتكاتف لمواجهته. هنا تفرق. في ناس بتحذر من ثورة الجياع أملا فيها، وفي ناس بتحذر من ثورة الجياع رغبة في ان احنا نتدارك خطرها قبل ما يحصل. المهم في كل ده ان احنا كمان عايزين مؤسسات، رئاسة وحكومة وأحزاب حاكمة
واحزاب مشاركه في العمل البرلماني، لما يجوا يحذرونا من ثوره الجياع ما يتكلموش معانا زي ما يكونوا بيتكلموا مثلا عن زيمبابوي او نيجيريا. يعني احذر من ثوره الجياع في نيجيريا وبعدين اروح البيت انام. انت بتحذر من ثوره الجياع موجوده في بلدك. يعني لو ما عندكش حلول وما بتقدمش على الحلول كناشط بقى، كسياسي، كعضو في حزب، يبقى انت مالكش لازمه بقى تتكلم، يبقى ما تخوفناش على الفاضي. يبقى نمره واحد في حكايه ثوره الجياع دي، اي حد هيحذر منها تاني المطلوب انه هو يقول المقدمات ويقول كمان ايه اللي المفروض يحصل في البلد علشان نتفادى هذه الثوره ان صح ان هيكون في ناس هتخرج في الشوارع وتكسر الدنيا والفقراء يسرقون الاغنياء والكلام اللي احنا بيخوفونا منه. دي نمره واحد. نمره اتنين، بطل السفه انك تشير الى مناطق بعينها وتقول ايه العشوائيات والمناطق الشعبيه، كما لو كان انه الفقر اللي موجود هناك هو دافع بذاته لانه الناس دي هي اللي تقوم. عيب، عيب، لان فيها اهانه لهؤلاء، فيها اهانه لسكان المناطق الشعبيه، فيها اهانه لسكان المناطق العشوائيه، لان ده من ذنبهم. هم مش ما عملوش مناطق عشوائيه وبنوا كواخ ولا بنوا بيوت خارج التنظيم الاداري للدوله لانهم حراميه او نصابين، ده عملوها لانهم فقراء بسطاء لا ينتظرون شيئا من الحكومه، فخططوا بنفسهم لنفسهم. طلعت بقى عشوائيه في الاخر، دي مشكلتك ومشكله النظام اللي فات، لكن مش مشكله الناس دي انك تشاور عليها طول الوقت وتقول هم دول اللي هيطلعوا ياكلوا الناس في الشوارع. عيب. فاحنا بنعالجها بطريقه اجتماعيا واعلاميا غلط. في ناس نواياها وحشه، يعني بتقول ثوره الجياع املا في ان ثوره الجياع تيجي مثلا في عصر مرسي فتخلص، فيبقى الاخوان هم اللي جابوا ثوره الجياع. ده مش صح، ومش ده النضال السياسي الصح. نحن نريد مقاومه الاخوان من التمكين للاخر، نعم، ولكن في اليات لده، في طريقه في اليه ان احنا نواجههم لحد الاخر ان اخطاوا، او نواجههم لحد الاخر حتى لا يتمكنوا من التمكين من مفاصل الدوله فينقلبوا على الديمقراطيه ان صح ايضا يعني هذا النهج. لكن مش معنى كده ان انا اوصل البلد ااهلها انها تبقى جاهزه لثوره الجياع. طب النهارده سرقه مكتبين بريد، بسطو مسلح، مش عارف في محافظات ايه، هنشوف دلوقتي في البتاع. ده ايه بقى؟ ده بتفسره ايه؟ ثوره جياع دي مش ثوره جياع، ماشي، انت بتفسره انه ثوره جياع ولا انفلات امني فبيدي فرصه لبلطجيه ان هم يعملوا كده؟ احنا يا جماعه عايزين نتكلم بنوايا حسنه، يعني عايزين لما ننصح بجد لان خايفين على البلد بجد، مش ننصح علشان خاطر نعاير واحد نقول له شوف ثوره جياع وهتيجي وانت قاعد وضحكنا عليك والكلام ده كلام فاضي الحقيقه. انا معايا على التليفون للتعليق على